انا النهارده بقى يا جماعه جبت لكم فيديو جديد. اقتصادي جدا. هنعمل كيكه بجد تحفه خيال. اقتصاديه جدا موفره، بدون بيض وبدون لبن. هنعملها في البيت بمقادير موجوده في كل بيت، وطعمها كمان تحفه. طعمها بجد خيال، عامله زي الكيكه اللي بنجيبها من بره. اول حاجه نصلي على الرسول، عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا بالمقادير بتاعتنا اللي هي عباره عن كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، نص كوباية مية، وهنحط طبعا كيس فانيليا. وهنضرب بقى المقادير دي كلها في الخلاط كويس جدا بالشكل ده كوبايتين دي هنحط عليهم كيس بيكنج باودر، وهنقلبهم بالشكل. اهم حاجه في الخطوات دي ان احنا ننخل الدقيق كويس جدا، يعني ننخله اكتر من 3 4 مرات، لان كل ما ننخل الدقيق كويس جدا هتدينا هشاشه للكيك، لان احنا طبعا مش حاطين بيض. والبيض طبعا بيساعد الكيكه بتاعتنا انها ترتفع بسرعه. عشان ناخد الهشاشه دي بدون بيض، فاهم حاجه ان احنا نخلط الدقيق كويس جدا، نخليه اكتر من 3 4 مرات على قد ما تقدري. نخليه كويس جدا عشان تديكي احسن نتيجه والكيكه تنجح معاكي. وتاني خطوه ان احنا بنحط يجي حوالي نص كوبايه ميه يسخنوا كويس على البوتاجاز، وننزل بيهم تدريجيا بالشكل ده لحد ما نوصل للقوام اللي قدامكم ده. بعد كده نحط معلقه كبيره خل ونقلبهم كويس جدا من بعض. اهم خطوه قبليها بنقوم مولعين الفرن على درجه 100 حراره 180 او حراره وسط، مش تبقى مرتفعه. هنحط الكيكه في الصينيه بتاعتنا مدهونه دهنه زيت بسيطه، وبعد كده هنحط الكيكه نعملها كده بس عشان نوزع كل كيكه في الصينيه كويس. تمام. بعد كده ندخلها الفرن. اول ما تستوي طبعا بنروح طبعا مختبرينها، طلعت نضيفه تبقى تمام كده استوت وخلاص. وبعد كده لما تهدى خالص نقطعها بالشكل ده. بتمنى منكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بعد كده ننزل عليهم بصوص الشوكولاتة، ده برضو صوص شوكولاتة اقتصادي جدا، الطريقة برضو على القناة. بتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير، وبتمنى الكيكة بتاعت النهاردة تعجبكم. هي بسيطة جدا، وان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. مع السلامة.